يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وعيد سعيد عليكم. دلوقتي هنعمل الهريسه الاسكندراني حلوه وجميله ومسمي الله وعلى رسول مسمي الله على رسول الله. ونبدا المقادير: نص كيلو دقيق بسبوسه اهو، نص كيلو دقيق، عليه رشه ملح، عليه كيس فانيليا، 2 معلقه جوز هند لو ما فيش خلاص مفيش مشكله، 2 معلقه دقيق. ثواني بس عشان ايه بعمل حاجه قدامكم. 2 معلقه دقيق اهي، ادي واحده، ادي التانية، معلقتين 2 دقيق. الدقيق هما ترشينهم اهو خلاص. هنقلب بقى كل حاجه مع بعض، وهنحط معلقه بيكنج باودر صغيره ممسوحه مش مليانه. ثواني، معلقه صغيره ممسوحه اهي، معلقه صغيره بيكنج باودر ممسوحه بس كده. لو عندك بقى جوز هند حطي، انا بصراحه ما عنديش جوز هند، مش مشكله يعني، مش شرط تحطي جوز هند، بس بتديها طعم، يعني بتديها طعم فيها، وبيبقى فيها قرشه كده من جوز الهند. قلبنا الخليط اهو، دي المواد الجافه كلها اهي. وهنبدا بقى في الحاجه التانية اللي بعد كده. في ميه وعصره ليمونه اهو، ده الشربات بتاع الهريسه. دي عصره الليمونه اهي. انا بصراحه بحب احط القشره معاها بعد ما بعصر الميه اللي فيها، بتديها نكهه حلوه. وكوبايتين ميه وكوبايتين سكر وعصره ليمونه وفانيليا، بس الفانيليا انا بحطها بعد الغلوتين 3 كده. ودي يا جماعه كوبايه سكر بنفس المعيار اللي انا عايرت بيه السكر اللي في السكر اللي انا عملت بيه العسل، وهعاير بيها السمنه. دي كوبايه سكر بنكرملها على النار اهي. ودي سمنه كريستال انا بستعملها، حلوه قوي وجميله. وطبعا انا هبعت لكم اللينك بتاعها، انا بعملها باللبن وكده، بتطلع كانها سمنه بلدي بالظبط. بصوا مرمله ازاي، وريحتها في منتهى الجمال. انا مش عايزه العرق. بس هنحط بقى دلوقتي انا حطيت كوبايه سكر بكرملها. هحط بقى كوبايه الا ربع سمنه اهو، كوبايه الا ربع اهو. بصوا يا جماعه السمنه مرمله ازاي، بصوا جميله ازاي، مش قادره اقول لكم على الريحه بتاعتها، تحفه، ريحتها في منتهى الجمال اهي. كوبايه الا ربع سمنه اهي. بصوا يا جماعه اهي، كوبايه الا ربع اهي. بس السكر بقى يتكرمل وهحطها فوق منها، هوريها لكم دلوقتي. وده السكر بيتكرمل اهو لسه اهو، ابتدى يسيح اهو. انا ما بقلبهوش، انا بسيبه لما يفك من نفسه كده خالص. دلوقتي هحط كيس الفانيليا اهو، كيس الفانيليا بتطلع الريحه على طول ماشي. دلوقتي بقى جميله، ريحه العسل طالعه في منتهى الجمال، والفانيليا طالعه حلوه قوي قوي. دلوقتي انا برضو سايبه السكر يتكرمل اهو بصوا، اسيبه يتكرمل خالص اهو لحد بقى ما يديني اللون اللي انا عايزاه، اللون الذهبي الجميل اللي انا عايزاه. طبعا الهريسه دي يا جماعه غاليه جدا، بتروح تشتري الطبق بالشيء الفلاني كده. فاحنا نعمل الحاجه في البيت انضف، على الاقل انت عامله الحاجه بايديكي وانت ما بتشوفيش اللي بيعملها، وحاجه نظيفه وهتاكليها حلوه في بيتك انضف من بره بمليون مره. بصوا لون العسل جميل ازاي وذهبي اهو.
اعملي الكراميل على نار باردة خالص عشان ما يتلسعش منك، عشان لو اتلسع منك هيمرر. بصوا جميل ازاي ولونه جميل ازاي. كفايه كده. احط بقى السمنه ونقلب. كوباية الا ربع من اللبن. بصوا يا جماعة، كوباية الا ربع من اللبن اهو، كوباية الا ربع بس. انت بتكبيها بالراحة عشان ما تلسوعش ايدك. اللهم احفظنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ابعدي ايدك على طول عشان النار. بصوا يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هي كل ده هيفك، كل ده هيفك معاكم، وتوطوا النار حلو قوي كده عشان ما يفرش يا جماعة. اللهم احفظنا يا رب. هي كلها هتفك معاكي. بصوا مكلفة ازاي هتفك معاكي. يبقى شوية اقل عشان النار. هي كلها هتفك، تكلكع معاكي كده وهتفك. بصوا جميل ازاي، شايفين لونه تحفه ازاي اهو كده. بقى ايه، انا هطفي اجي عشان يبرد بس شويه، وبعدين ايه احط عليه، اكب عليه المواد الجافه كلها. بس هطفي بس ثواني كده. هسيبه بس يبرد ثانيه كده، وبعد كده ايه هحط المواد الجافه عليه، ولما اجي احطه في الصينيه هقول لكم. الكراميل على حط الدقيق كله على الكراميل، على الدقيق، ولازم الدقيق البسبوسه كله يتغلف بيه. فغلفوا بيه بقى كده، واحطه في الصينيه وارجع لكم تاني. اهو يا جماعه بصوا، انا حطيت شويه لوز على فستق اهم، كسرتهم وحطيتهم فيها اهي. ودي الصينيه جميله اهو. ارفع الفويل على كده اهو، الصينيه جميله. هدخلها بقى الفرن ولما تطلع هوريها. رجعت لكم تاني اهو. بصوا الصينيه طلعت، اهي، وسقيتها العسل اهي بتشرب، واغطي عليها شويه عشان تشرب بقيه العسل كله. هي بتشرب مقدار الكوبايتين بالظبط بس اهو. ودلوقتي بقى هغطي عليها، ولما اجي اقطعها اوريها لكم. ورجعت لكم تاني اهوت، وبقطعها وهوريكم ايه شكلها بقى بعد ما اتقطعت. فين البلانشات يا سودا؟ بصوا شو بصوا يا جماعه اهي. بصوا انا هرست لكم حته اهو. بصوا شايفين الجمال؟ شوفوا مرمله وجميله، وعلى البق على طول اهي. بصوا البق على طول يا جماعه. والف هنا وشفا على الدهيات. جربوها وابعتوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم فيها. جميله جميله جميله.